سلام زينات، واش راكم؟ صحة رمضانكم. جبت لكم اليوم 3 تحليات ساهلين ماهلين ويوجدوا في وقفة، يصلحوا للسهرات الرمضانية. تكون عندك عرضة وتحبي هكذا تزيني الطبلة تاعك، الله الله كامل يوجدوا في وقفة. يلا نبداو مع بعض، وقبل ما نبدا ونصليو على الحبيب المصطفى عليه ألف صلاة والسلام. التحلية الأولى كانت بذوق الليمون، الثانية بذوق الكراميل، والثالثة بذوق شوكولا. اول حاجه كنت جبت هنايا 5 حبات بيض. كسرت الحبات تاع البيض كامل، حطيتهم في غيسيبيون، درت لهم قريصه تاع الملح وكاس تاع سكر ناقص اصبع، ومغرفه كبيره تاع لافاني، وكاس تاع الحليب. تقدروا تخلطوهم نتوما بالباتور ولا بالخلاط اليدوي، انا خدمت هنا غير بالخلاط اليدوي. من بعد نجيبو كاس تاع الزيت ونضيفوه غير بشويه كيما المايونيز ونخلط مليح. نضيفوا الكاس تاع الزيت بالتدريج. من بعد جبت 2 مغارف تاع المايزينا، نضيفوهم ونخلطهم مليح. من الاحسن تغربلوا المغارف تاعكم تاع مايزينا باش ما يتكورلكمش كيما تكوروا لي انا. درت مبشور الليمون وحركت مليح. من بعد جبت 2 كيسان تاع الفارينه، نغربلهم ونضيفهم على دفعتين. الفارينة البنات درنا 2 كيسان في الكاس تاع 220 مليلتر، كل شيء درناه بنفس الكاس. هنايا 2 أكياس تاع خميرة كيميائية ما يعادل 20 غرام، نحركهم مليح. من بعد نضيف لها 2 مغارف تاع ما سخون يغلي، وهذا السر باش تجي الكيك تاعنا يجي خفيف ويجي هشيش. من بعد كنت دهنت لي بلاطو تاعي كامل بالزبده ولا بالزيت، نرشوهم بالفارينه وندخلوهم المجمد حوالي 10 دقائق لو طون يكونوا نخدموا. ومن بعد ندير فيهم هذاك الخليط. قسمته على 3. انا درت في المول تاع 30 على 10، في هذا المول عاجب، وفي المول تاع الموسكوتشو. دخلتهم الكوشه اللي كانت مسخنه على 180 درجه، طابوا لي من تحت. بعد ما طابوا من تحت شعلت لهم من الفوق، خذوا لي التحميره الشابه. من بعد هذا اللي فيه 30 على 10 شربته بحليب كان فيه ذوق الكراميل. وهذه اللي دايره كيما موسكوتشو، هذه درت لها سيرو نكهته بذوق الفراوله، وتثقبوهم مليح باش يتشربوا مليح داك السيرو. جبت انايا كاس تاع لا شونتي، زوج علب تاع فلان كراميل ونص كاس حليب، ديتهم طلعتهم مليح حتى تحصلوا على هذا القوام. هذه راح نديروها كطبقة فوق هذا اللي درناها في المول اللي فيه 30 على 10. من بعد ندير طبقة، تخدموا بلا بوش ولا ديروها غير بالمغرفة، خدموا كيما تحبوا. من بعد ندير لها طبقة تاع الكراميل. من بعد نعاود نغطي هاد الطبقة تاع الكراميل، ما تكثروش بزاف الكراميل باش ما يجيكمش حلو بزاف. ولا شونتي اللي خدمت بها البنات انا لا برانسيس ما تجيش يا اصلا حلوه بزاف. زدت الطبقه الثانيه تاع لا شونتي باش نغطيو على ديك الكراميل. من بعد درت لها بنان وزدت لها الكراميل. هنايا كنت راح نخدم الفلان، درت نص ريتله تاع الحليب، كيس تاع الفلان نواره هذاك اللي فيه 50 غرام، وزوج مغارف تاع مايزينا. نحرك مليح، نديها فوق النار مع التحريك المستمر حتى تبدا تتقلي. نجيبها نفرغها فوق هذاك المسكوتشو تاعنا، فوق هذاك اللي ديجا طيبناه. والتحليه الثالثه، شوفوا البنات هنايا زوميت لكم علاش، باسكو كنت صورت لكم على شكل شورت، ومن بعد ما قدرتش نحطو الشورت خاطش طويل بزاف، جالي فيه 5 دقائق. حطيت لكم هنايا فيديو كي زوميت نص التفاصيل كامله راحوا لي. هنا قلت لكم فرغتو فوق هذيك الخبزه تاع موسكوتشو ودرتها تجمد، خليوها في الثلاجه حوالي ليله باش يشد هذاك الفلان روحو مليح، ما قلبوها. هذه هي تاع المول عاجب، درت لها كريمه ليمون اللي كنا خدمناها مع بعض في الفيديو تاع البانتو كيك، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. درت لها من نفس الكريمه اللي درناها فوق هذيك تاع المول 30 على 10، وزينتها بالفراولة. وهذا هو الشكل النهائي. هذاك المسكوتشو بعد ما قلبته شوفوا لي كيفاش جا البنات، يجي بزاف بنين وبزاف خفيف ومشرب، الله الله. قلت لكم يصلح للسهرات، سواء بالجو لا تحبيه بلا تاي ولا تاكليه غير هكاك كتحليه، يجي بزاف بنين وبزاف خفيف. التحليه الثانيه اللي درناها بالبنان والكراميل ثاني جات بزاف بنينه، وهذيك نعتبرها افضل التحليات عندي لعشاق الليمون. هذه ثاني جات بزاف بنينه، وانا يا كريمه الليمون تاعي ما دايرهاش حلوه بزاف، فيها شويه داك الذوق تاع الحموضيه وتجي بزاف بنينه. وشوفوا لي هذاك الكيك تاعنا كيفاش جا خفيف، هذه ما شربتهاش، تقدروا نتوما تشربوها بسيرو تنكوه بذوق الليمون. المهم اذا وصلتوا هنا البنات وعجبكم الفيديو تاع اليوم، ما تنسونيش بجاماتكم تعليقاتكم، خليوا لي رايكم في الوصفه تاعنا تاع اليوم في التعليقات، قولوا لي واش راكم حابين نشارك معاكم. ما تنسونيش بالمتابعه باسكو قناتي جديده وراهي محتاجتكم، والبارطاج. خليكم في امان الله، مع السلامه.